ولكن الخوف الصادق هو الذي يحدث عن حدود الله، وهي خشية الغيب. قال الله عز وجل في كتابه عن أهل هذه الخصلة: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهي خشية السر. إذا غاب الإنسان عن الأنظار وأرخيت عليه الأستار وما بقي إلا أن يصيب حدا من حدود الله الواحد القهار، جاءته هذه الخشية التي يعصمها الله عز وجل بها من معصيته. ولذلك وعد الله عز وجل أهل هذه الخشية بثمرتين: إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الآخرة. ومن ثم ذكر بعض العلماء رحمهم الله من مشايخنا عن رجل كان في عنفوان شبابه واكتمال شهوته، كان يطلب العلم، وكان هذا العالم الذي يحدث القصة من علماء الأزهر. يقول: خرج هذا الشاب الصالح لكي يتعلم العلم ويرجع إلى أهله، فنزل في بيت بجوار هذا الجامع الذي هو جامع الأزهر، فمكث أياما يطلب العلم، فرأته امرأة من الجيران فأحبته وأرادت أن تصيب معه الفاحشة والعياذ بالله، فطلبت يوما من الأيام شديد البرد، فجاءته بعد العشاء بعد أن نام الناس وهدأت العيون وغابت الأنظار، فقرعت عليه الباب في شدة البرد، وما إن فتح الباب إلا وهي في وجهه كأجمل ما تكون عليه المرأة الفاتنة. فلما وقفت عليه ادعت أنها قد جاءت وأهلها نائمون، وأنها تريد أن تكتفي شر البرد، وما شعر إلا وهي بداخل غرفته. فلما دخلت حدثه الشيطان بالسوء، وكان قد أوقد مصباحا له يقرأ كتب العلم عليه. فلما حدثته بالسوء أخذ إصبعه فوضعه على نار المصباح وجعل يبكي والدموع تنهمل من عينيه ويقول: حس، هل تطيق على النار صبرا؟ هل تطيق على النار صبرا؟ وكلما حدثته نفسه بالسوء أوقد النار فأدخل إصبعه فيها، فانذعرت المرأة وخرجت من ذلك البيت حتى أتت إلى أبيها في الصباح، فأخبرته ما كان من شأن هذا الخائف لله، وقالت له: والله لا أرضى بزوج سواه. فأخذها أبوه وزوجها عليه. فهذه من عاجل ما يكون للإنسان الذي يخاف الله عز وجل، أنه إذا خاف الله في الدنيا جمع الله له بين ثمرة الدنيا والآخرة. الخوف من الله أصدقه وأكمله خوف السر، كحال هذا الشاب الصالح. وكلما كان الإنسان يخاف الله في السر كلما كان أخلص لله، وكلما وجد ثمرة خوفه من الله عز وجل في حياته وفي سلوكه. ولهذا الخوف أمارات وعلامات، أصدقهما علامتان: الأولى منهما البعد عن محارم الله، وثانيتهما فعل فرائض الله عز وجل. فالخوف من الله يدعو الإنسان إلى فعل فرائض الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد الإنسان في أبلغ ما يكون من الراحة والدعة والسرور في نومه وراحته، يسمع داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فيقوم فيلبي ذلك النداء خوفا من الله. فالخوف من الله تظهر أمارته وعلامته في الاستجابة الصادقة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان على كمال من الخوف كلما كان أسرع ما يكون إلى فعل فرائض الله وأعف ما يكون عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك قد تجد الإنسان يختلي بحرمة من حرمات الله لا تراه فيها عين ولا تسمعه فيها أذن ولا يعلم بها أحد، ولكنه يخاف الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما فاضت عيناه إلا من خوف الله تبارك وتعالى، ولا فاضت عيناه إلا من خشية الله تبارك وتعالى.
وخوف الله يكون مع الإنسان وحيدا، ويكون مع الإنسان وهو مع أهله، ويكون مع الإنسان وهو مع أعدائه، ويكون مع الإنسان وهو مع الناس عامة. فأما خوفه مع أهله فإنه يسعى في فكاكهم من النار استجابة لأمر الله عز وجل إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن يخاف الله إذا دخل إلى بيته لا يدري هل يكون ذلك الدخول سببا في رحمة الله به أو عذابه له، فيخاف الله عز وجل في كل كلمة يقولها بين أهله. يخاف الله وهو يربي أولاده وينشئهم على طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. يخاف الله وهو يربي زوجته على محبة الله وطاعة الله. يخاف الله وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويخاف الله وهو على الملأ والمشهد مع الناس. يخاف الله من كلمة يقولها أو كلمة يسمعها أو سوء ظن بالناس يدخله إلى قلبه. يخاف الله على كل حاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بخوفه، وأن يسكن قلوبنا وقلوبكم خشيته. وخوف الله عز وجل كما يقول العلماء أكمل ما يكون وأجمل ما يكون في صدور أهل العلم، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله الخشية الكاملة من عرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء: من أحب أن يرزقه الله خشيته والخوف منه فليكثر من صحبة العلماء وليكثر من مجالس العلماء، فهم القوم الذين تذكرك بالله أخبارهم ومناظرهم. إذا رأيت العالم العامل ذكرك بالله مخبره وذكرك بالآخرة منظره. فالحرص على الجلوس مع العلماء من أهم الأسباب التي تعين على الخوف من الله وخشية الله. ولما صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كانوا على هذا الخوف، ولما صحب التابعون الصحابة كانوا على هذا الخوف. ووجد في التابعين نماذج كريمة تخاف الله حق خوفه. ولذلك ذكروا عن طاووس بن كيسان الإمام من أئمة التابعين، كان رجلا من أجلاء أهل العلم في زمانه. أثر عنه أنه كان له للمسجد طريقان: طريق من داخل السوق وطريق من خارجه. كان إذا مر بالطريق الذي من داخل السوق لا ينام تلك الليلة من البكاء والسهر. فسأل أهله ما حاله فلم يجبهم بشيء. قال ابنه عبد الرحمن: فتبعته في اليوم الذي يخرج فيه في الطريق الذي من داخل السوق. قال: فوجدته إذا انصرف من صلاة الظهر يمر على رجل يشوي الرؤوس، فكان طاووس رحمه الله إذا مر به فذكر تلك الرؤوس ذكر النار، فلم ينم تلك الليلة من خوفه من الله تبارك وتعالى. فكان التابعون أشبه الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه الأمة في كل زمان من زمانها يوجد فيها من أهل الخوف نماذج إذا صحبتهم وكنت معهم أعانوك على الخوف من الله. وقد تجلس مع الرجل الصالح من أهل العلم في موقف من مواقفه يعينك على الخوف من الله. تعرض عليه شهوة من الشهوات فينكف عنها ويبتعد عنها فتتأثر بذلك الموقف، أو يقول كلمة تدل على خوفه من الله فتتأثر من تلك الكلمة التي يقولها. فالخوف من الله يدنى بصحبة العلماء وصحبة الصلحاء الذين إذا جالستهم أعانوك على طاعة الله وثبتوك على محبة الله ومرضاة الله. أما ثمار الخوف وعواقب الخوف فلو لم يكن في خوف الله إلا ثمرة أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان لكفى بذلك فضلا وشرفا. قال بعض العلماء: جنتان، جنة من الذهب وجنة من الفضة لمن خاف الله عز وجل. فمن كمل خوفه من الله كانت له هاتان الجنتان. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه، أي خاف
المقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وفي رواية ثانية عنه: ولمن خاف مقام الله، أي من وقف أمام معصية فحبسه عنها الخوف من الله، جنتان. ولذلك قال الله عز وجل، أثنى الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه لا ينجو من الموقف بين يديه إلا من خافه، فقال جل جلاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله جعل الجنة مأوى لمن خافه، ومفهوم ذلك أن من لم يخف الله عز وجل لا جنة له. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم منه، وأن يجعل هذا الخوف موجبا للكف عن حدوده ومحارمه. ولذلك قال بعض العلماء: أصل الخوف ما حدث عن معصية الله، وأما ما زاد عن ذلك فلا يضر تركه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.